يا صباح الجمال. كان عندي طماطم عملت بيها احلى كاتشب بيتي لذيذ. وعارفين مصدره ايه ومصدر الطماطم كمان، ومن غير لا الوان صناعيه ولا مواد حافظه. معايا طماطم مغسوله كويس، شلت منها الورده اللي فيها، وطبعا كالعاده الكاميرا فصلت في اللقطه دي، فمش مشكله. هننزل عليها بكوبايه ميه عشان ما تتلسعش، وعلى نار متوسطه هغطيها واسيبها شويه، وهفضل حاطه عيني عليها عشان الميه ما تنشفش وتتلسع. هفتح عليها كل شوية لحد ما احس ان الطماطم استوت كويس. طول ما انا بغرز المعلقة واحسها ناشفة على الرغم من ان شكلها يوحي بانها خلاص كده، يبقى برضه لسه. يعني الطماطم دي عملت معايا حوالي شفشقين وشوية حاجة في الحدود دي. هصفيها وخلاص بعد ما انا صفيتها كويس ومفيهاش اي بذور، هبدأ انزل بيها في الحلة. نفس الحلة بقى حلة تانية انت وراحتك. هبدأ انزل بنص كوباية سكر وادوبها كويس جدا. اول ما تدوب بعدها هنزل بنص كوباية خل وادمج كل ده واغطيها. بعدها هدوب نص كوباية مية فيها معلقة نشا كبيرة، وانزل بالخليط ده على الطماطم بتاعتي. بعد كده هقلبها بسرعة جدا، والافضل ايد بتصب والتانية بتقلب. اول ما احس ان النشا داب هنزل بملح، توم باودر، بصل باودر، واقلب برضو بسرعة عشان ما يتكتلش. اول برضو ما اتاكد ان هو داب اغطيه واسيبه لحد ما نوصل لقوام الكاتشب. بعدها هنزل بطماطمات مغسولة ومتعقمة في الميكروويف دقيقة. شوية الطماطم دول عملوا معايا كل كمية الكاتشب دي. قوامه خرافة بجد، صحي وضامنين ايه المكونات المضافة، وان الطماطم المستعملة نضيفة جدا. جربوها وهتنجح معاكم. لو مبتعرفش تعملي الكاتشب هتنجح معاكي الطريقة دي.